صباح الفل عليكم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشوني جدا 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 جدا. صباح الطاقه الايجابيه، صباح الجمال، صباح التفاؤل عليكم كلكم. معاكم هبه الخميسي. اكيد ناس متابعيني وعارفاني، واكيد في ناس لسه اول مره ممكن تعرفني عن طريق الفيديو ده، فحبيت ان انا اعرفكم بنفسي. النهارده كنت عايزه بس ابتدي الموضوع بقصه صغيره. القصه دي حقيقيه وحصلت لحد انا اعرفه شخصيا. الحد ده هو اب زي ابويا زي ابوكي. الاب ده زوجته توفت فجأة. وحس بوحدة فظيعة 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 من بعد وفاتها. على الرغم ان الاب ده كان عنده ولاد كتير، بس كانوا متجوزين. بس مش دي المشكلة ان هما متجوزين، كانت المشكلة تانية خالص. طول ما كانت الام عايشة كانت ولاده كل يوم بيتصلوا بيهم، مرة واتنين واكتر من كده، بيتصلوا على طول بيه وبمامتهم وزياراتها على طول. بس بعد ما الام توفت الاب لاحظ ان المكالمات دي قلت جدا، وان الزيارات بدات تقل تدريجيا. بعد ما كانوا هم واحفاد وعنده على طول، بدا الموضوع يقل تدريجي لحد ما فعلا في فتره معينه انعدم. الاب ده حس بوحده فظيعه لانه كمان كان كبر في السن. امهاتنا وابهاتنا لما بيكبروا في السن بيبقوا حساسين جدا. يعني ايه حساسين؟ يعني هو لما لاحظ ان الاتصالات او الزيارات قلت تدريجيا، ما خدش خطوه ان هو يسال، لانه كان دايما بيوصل له احساس ان ولاده هم مش عايزينه، ان ولاده مش عاوزينه في حياتهم. هم حبوا حياتهم كده، فبدا دماغه يوصل له ان ولاده مش عايزينه في حياتهم، فبدا نفسيا يتاثر جدا 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 جدا. شايف ان ولاده مش حواليه، شايف ان احفاده مش حواليه، زوجته توفت، فبدأ يدخل في حالة اكتئاب فظيعة. فده اللي خلاني اتكلم النهاردة في الموضوع ده. انا شخصيا ما كنتش يمكن بحس بالقصة دي كأم وكبنت وككل حاجة، ما كنتش بركز فيها لحد ما الموضوع ده اتحكى لي. ولما فكرت فيه لقيت ان فعلا نسبة كبيرة جدا من في حياتنا لا الموضوع ده موجود. هشرح ازاي. يعني واحنا صغيرين اطفال، كان مين مسؤول عني او عني وعن اخواتي؟ امي. بتتابع الدراسه، مسؤوله عن حياتي، مين صحابي، مشاكلي بروح احكيها امي. و... والاب يجي من الشغل تعبان يسال عن الولاد، فالام بطبيعه الحال بتحب جوزها فعاوزه تريحه. هي مش فاهمه انها بتغلط، هي بتفكر ان انا عاوزه اريح الراجل ده، هو كتر خيره طول النهار في الشغل، فانا هبعد عنه مشاكل الولاد خالص. فيجي يسال عن الولاد عاملين ايه، كويسين. انا ما بحكيش بقى، ما تبتدي هي ما تحكيش عن المشاكل، تبتدي ما تحكيش عن حياه الولاد. يبتدوا هم يحسوا ان باباهم مش موجود كدور اساسي في حياتهم، وان باباهم دوره الشغل. هم اطفال مش فاهم، مش واصل لهم اللي واصل لمامتهم، او ان باباهم بيحبهم جدا 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 جدا، وبيشتغل وظيفه واتنين وبيطلع عينه في الشارع في شغله في كل حاجه عشان خاطر يعني يحقق لهم اللي هم عاوزينه، او يوفر لهم حياه كريمه يقدر على قد ما يقدر يوفرها. طبيعة الحال ان سنة واثنين وثلاثة الولاد دول بيكبروا على ان دايما باباهم بعيد، مش شايفينه في المشاكل، وشايفين ان امهم دايما حواليهم. ف... فبيبتدوا يبعدوا عن ابوهم بطبيعة الحال. هما مش بيكرهوه، بس خلاص اتعودوا على عدم وجود الاب معاهم. مع ان دور الاب من وجهة نظري انا لا يقل اهمية عن دور الام، ده اذا ما كانش اكبر كمان. الاب السند، الاب الظهر. الاب ليه دور كبير في حياة بنته مش بس ابنه. يمكن ما فهمتش ده وما حسيتش ده غير لما شفت في عينين الراجل نظرة كسرة ونظرة حزن ونظرة ألم، ان هو حاسس ان ولاده بعيد عنه ومش قادر يوصل لهم كمان اللي بيحكيهولي، او اللي بيحكيه للناس اللي حواليه، وما يقدرش يحكيه لولاده لانه وصل له نفس اللي انا بتكلم يعني بحكيه او حكيته، ان هم اللي مش عاوزينه.
فرفقا بابهاتنا، الزوجه انا عارفه ان بيبقى كل في دماغك انك تريحي جوزك، انه كتر خيره في شغله طالع عينه، فانا ما شايلوش مشاكل كمان الولاد. صدقيني انتي بتأذي الولاد وبتأذي ابوهم وانتي مش حاسه، لانه في يوم من الايام هيقعد من الشغل ده وهيقعد في البيت وهيبقى عايز ولاده حواليه، وانتي بطبيعه الحال عودتيهم انه باباهم مش موجود، وان دايما هي بتحل المشاكل، وان دايما انا اللي في صداره الموقف. لا، خلي الراجل يكون اساسي موجود في كل مشكله، في الفرح، في الزعل، في المشاكل، نجاحهم، فشلهم، ابوهم يكون موجود معاكي في كل حاجه، حاضر. هو مش هيقولك لا على فكره، ومش هيبقى متضايق، بالعكس. ف نخلي دور الاب موجود معانا، مش بس يكون منوط في ان هو يشتغل ويجيب فلوس، ولا يكون ليه دور اساسي وفعال في تربيه ولاده، عشان ما يحصلش زي اللي حصل مع الاب لما كبر وزوجته توفت وحس بالوحده نتيجه ان ولاده بعد فتره اختفوا تماما من حواليه. اهلنا لما بيكبروا بيحتاجونا اكتر، بيحبوا ان احنا نكون حواليهم اكتر، بيحسوا بالوحده اكتر. ف نركز بس شويه في الجزء ده. انا عارفه ان احنا كعرب او كمصريين يمكن بنبقى اكتر ناس يعني اكتر من شعوب كتيره قوي مرتبطه باهلهم، بس بنبقى ملي مرتبطين بالام. في طبعا يعني انا مش بجمع بالقصه دي، بس يعني بحكي على قد يمكن خبرتي اللي انا شايفاها، او يمكن على قد القصه اللي انا يعني شفتها. يعني انا يمكن كنت شايفه انه لا ده مش موجود، بس لما اتحكت لي يعني اتحكى لي القصه دي، لا اكيد ده موجود ومتاح. بس فحبيت بس ان انتوا تشاركوني القصه دي، لان انا بصراحه انا نفسي اتضايقت وانا زعلت قوي قوي قوي. تخيلت كده نفسي وانا كبيره بصراحه، وحطيت نفسي مكان الراجل ده. كانت حاجه صعبه قوي ان انا ابقى لوحدي وولادي مش حواليا، ولقيت ان احنا السبب في ده، مش انا كأم، احنا كأسرة، او ان احنا اتربينا على ان الاب دايما بعيد، وان انا ابعده عن المشاكل. بصي انا مش هقول لباباكي حاجه، لا قولي له. انا مش هعرف باباكي على اللي انت عملتيه، لا عرفيه. عارف ايه؟ لازم يكون دوره مشارك، لازم يبقى موجود معانا، حتى لو انت بتحكي من وراهم وما بتفهميهمش ان هو عارف، لا فهميهم ان ابوهم عارف، فهميهم دايما ان ابوكم موجود في ظهركم، وان ابوكم موجود دايما معاكم، ان هو قبلي في حياتكم، ان لو عندهم يعني حاجه حتى فرحانين ليها، دايما تشاركي الاب معاكم، دايما تخلوا الاب دوره اساسي في البيت معاكم. وانا عارفه ان بيبقى الموضوع ملي مش بحاجه يعني الام مش بتبقى قصده انها تبعد الاب عشان هي حابه ان هي تبقى ست مسيطره، لا بتبقى برضو بدافع الحب على فكره، ان هي خايفه على جوزها وكفايه عليه. وانا عارفه ان الستات يعني اللي بتحب جوازها يعني بتخاف قوي ان هي لا كتر خير الراجل طالع عينه في شغله ويجي بقى يرتاح ويبعد عن مشاكل بقى التانية بتاعت ولاده. كفايه كده عشان حاسه ان انا بقيت رغايه جدا 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 جدا. لو عجبكم الموضوع ما تنسوش تعملوا لي لايك، سبسكرايب للقناه، وتشيروا الفيديو، وتكملوا متابعتي، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. باي باي.